بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واهل سيدنا محمد. ازيكم يا اخواتي في الله، عاملين ايه؟ النهارده قلنا نعمل الغدا مع بعض. غدا زمان وريح الزمان واكل زمان. غدا امي ربنا يعفى عنها ويديها صحتي، واكلة جدتي الله يرحمها. النهارده قلنا نعمل معاكم غدي. اسمعوا الفيديو فضلا وليس امرا، ودوسوا على اللايك ودوسوا على الاشتراك عشان يوصلكم كل جديد، عشان نفسي قناة تتحقق الشروط ويبالي كده مصدر رزق منها، عارفة اساعد جوزي في مصاريف عيالي. وان شاء الله كده يا رب يجعل الفرح قدامكم والسعادة خدامكم. وان شاء الله يا رب يجعل في ميزان حسناتكم كل اللي يشترك في القناة ويحط اللايك ويدوس على الكل اللي يوصلوا عشان يوصلكم كل جديد من قناة مطبخ الطيبين اتنين. يا جماعة، مش عارفة ليه بخلاني عليه، ما تزعلوش مني في الكلمة، ليه بخلاني عليه في المشاهدة والمشاركة واللايك. يا ريت تشتركوا في قناتي فضلا وليس امرا، وتحطوا اللايك عشان اكبر بكم ومعاكم اخواتي في الله. الله يعزكم ويرضى خاطركم ان شاء الله، ويجبر بقدركم جبر تعجب له اهل السماوات والارض. كل اللي يشترك في قناتي وكل اللي يعمل لي لايك ويعمل لي مشاهدة للفيديو يا رب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا مالك يوم الدين يا الله. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. تعالوا نوريكم مشتريات النهاردة. جاب لي جوزي بطاطس، وجاب لي 2 شمام، وجاب لي اللهم صل على سيدنا محمد طماطم الكيلو ب20 جنيه. جاب لي 3 كيلو. والشمامة دي مش عارفة وقعت منه ليه، واحدة مقفولة وواحدة يعني مفتوحة. شايفين بسم الله ما شاء الله، بألف هنا وشفا علينا وعليكم. يا رب كده الفيديو يعجبكم ونرضاكم ان شاء الله. وجاب لي الفرخة داي عشان هنطبخ النهاردة مع بعض أكلة أمي وجدتي، أكلة كده من الزمن الجميل. الفرخة داي بسم الله ما شاء الله، مش عارفة 3 كيلو ولا 3 كيلو ونص، ما بصراحة ما عارفش كم وزنه. هنقطعها مع بعض على البلانشي، وهتبصوا شوفوا معاي. والسكينة هتغلبني زي كل مرة. والله انا احترت في السكاكين، كل سكينة معايا كلهم ملهمش عازل، مفهومش واحدة حادة كده، وبحددهم كل حاجة وبيرجعوا يتلموا تاني في نفس الشهر، ما بيقعدوش يعني 15 يوم حادين. فعاوزة اشوف حد يحدهم لي كويس يعني كده، مش عارفة نعمل ايه. معايا يطلع اكتر من 7 سكاكين، ولا سكينة فيهم الحمد لله حامة ولا حاجة، كلهم سكاكين مش حامين كده يعني. السكينة ما بتقطعش يعني زي ما انتوا شايفين، بتغلبني في قطعانية الفرخة. طبعا دي جايبينها بتاع الفراخ. وحاطط لك فيها البنصة والراس، ومعذرة يعني الكبدة وكل حاجة فيها من جوه. فشايفين انتوا السكينة مغلباني ازاي. طب انا اعمل ايه بالله عليكم؟ والسكينة الحادة قواي اللي هي حامة جدا داي ب2000 وب3، وانا مش في مقدرتي اني اجيب 2000 سكينة ب2000 ولا ب3. فمش هقول غير الا الحمد لله، وربنا يكرمني في قنواتي. همتكم معايا يا جماعة، اشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس، دوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد، حطوا اللايك، اسمعوا الفيديو لحد الاخر، الله يبارك لكم عشان القناة تكبر بكم ومعاكم. واعرف كده يعني الحمد لله الحمد لله، مش هقول غير الحمد لله يا جماعة. ربنا ما يقول لو حمدتوني لزيدكم، واجب علينا نقول الحمد لله على الكثيرة وعلى القليلة وعلى العفشة وعلى الزين. فالحمد لله رب العالمين يا رب. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا الله. ما تنسوش تسمعوا الفيديو لحد الآخر، لأن القناة والله العظيم زعلانة أني، ودي بصراحة يا جماعة ما يخليني أحبط إني أنزل فيديوهات. بس أنا بصراحة حبيتكم وضريت إنكم تشتركوا في قناتي وتسمعوا لي الفيديو.
يا رب كل اللي يشوف فيديوهاتي يسمع الفيديو كده ويعجبه الفيديو، يكون خفيف عليا ما يكونش تقيل. وان شاء الله ربنا ان شاء الله انا محتمدة على ربنا وعليكم، ان ربنا ان شاء الله عشمانا في ربنا خير، ومن بعد ربنا عشمانا في اخواتي ومتابعيني، ان ربنا يكرمنا ان شاء الله كرم يتعجب له اهل السماوات والارض. هنقطع الفرخة كده يا جماعة على كد الاولاد، مع العيال ما بقوش يحبوا الفرخة الكاملة يا جماعة، مش عارفة ليه. يقولوا لي يا ماما حطيها قلبيها في زي ما بتعمليها كده حلوة، قلبها لنا في التومة بشوية سمنة بلدي وشوية زيت معاها وبتبقى حلوة. او بعد كده حطيها من الشوربة، طلعيها حطيها في الصلصة، يعني الصلصة اللي بنعملها بالطماطم والبصل. هتشوفون دلوقتي انا بعملها، بس النهاردة هقلبها بالتومة بس واشوف طعمها ايه. وكان طعمها بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين قطعتها يا جماعة، اغسلها غسلة زينة بالليمون، معذرة بالليمون والملح والدقيق. الفراخ يا جماعة اغسليه كويس، اغسليه كويس بالملح والليمون والدقيق. الفراخ ما يتغسلش بالخل، الخل بيخلي الزفارة تثبت. فانت لو عاوزة فراخك يبقى حلو ومش مزفر، اغسليه بالليمون والدقيق والملح. وبألف هنا وشوف علينا وعليكم يا رب. هنا بعد ما حطينا الليمون وعصرناه كويس، جبنا الملح وحطيناه برضو، وهنجيب الدقيق ونحطه زي ما انتوا شايفين، وهنغسله ونغسله زاني، وهتبقى بسم الله ما شاء الله الطعم. بألف هنا وشوف علينا وعليكم. ويا رب كده الفيديو ان شاء الله يعجبكم وينور رضاكم. يا حي يا قيوم. شايفين هنا يا جماعة لازم نغسلوها كويس، عشان والحاجات اللي ما تبقى في الفخدة بتاعت ورك الفرخة، يعني اللي بعد الورك ده لازم تحشيها عشان ما تبقى زفرة يا جماعة. لازم تحشيها وتنضفيها كويس كده. لو عاوزة تخلي الورك تقطعيه على حتتين الورك يعني والهين بتاعه اقطعيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهل سيدنا محمد. الفرخة ما شاء الله بعد ما اتقطعت غسلناها غسلة زينة بالملح والدقيق والليمون. وانا هنيت الليمون مش راضي احوشه بصراحة، قلت خليه لما تتغسل خالص. طلعت شوية توم من الفلازر، زي ما انتوا عارفين انا التوم فرزناه في الفلازر، وقلبناها كديتي مع بعض، وهنخليه يسفر كديتي، ورح ننزل بالفرخة نقلبها قلبتين وما نزودهاش مية، ما تزودهاش مية. تخليها تاخد لها قلبتين في التوم والسمنة كده. لو عندك طماطمتين احصريهم في المبشر واحصريهم في الخلاط وحطيهم فيه. لو مش عاوزة تحطي ما تحطيش، وبحط طماطم مكعبات كده مع البصلة والورق اللورا. بس لو حطيت لها طماطمتين بصراحة هتبقى حلوة. شايفين بسم الله ما شاء الله. بعد ما حطينا الفرخة كلها هنقلبها كده بحيث ان كله يشرب من التومة اللي احنا طشيناها مع بعض، ونخليها تشرب كده مع نفسه. والطعم بتاعها هيبقى زي العسل، والشوربة بتاعتها هتبقى زي العسل. لو عندك بهارات فراخ حطي، لو عندك فلفل اسود حطي، لو عندك قرنفل حطي 3 حبات قرنفل، يعني 3 مسمار قرنفل كده. دي بيخلي الاكل في حتة تانية. شايفين ما شاء الله، شايفين الفرخة ولونها ده بعد ما خدت لها كام غلوة هي في الطشة بس على كده يا جماعة. دلوقتي جبنا الحلة وحطيناها على البوتاجاز عشان نعمل ايه، نعمل البصلة، عشان النهاردة هنعمل ان شاء الله لقيتي الغدا بتاع امي وستي الله يرحمها، اكل اجدادنا وامهاتنا، الاكل اللي يفتح النفس بصراحة. يا رب اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا الله. حطيت هنا معلقة السمنة بلدي، وهحط شوية زيت معاها، والبصلة زي ما انتوا شفتوني ضربتها في الكبة قدامكم. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد. شايفين البصلة يا جماعة بعد ما ضربناها في الكبة هننزلها في الحلة. شايفين
وحطيناها كديتي، وهنحط لها الملح بتاعها عشان ما تبقاش مصننة ولا حاجة. وهنعصر الطماطم مع بعض ونشوفوها ونقطعها ونحطها في الخلاط برضو مع بعض عشان تبقى كل حاجة قدامكم. ويا رب كده ان شاء الله كده تجربوها الاكلة دي. حطينا الملح يا جماعة عشان ما تبقاش البصلة فيها صنانة ولا حاجة. وحطينا بهارات فراخ. البهارات يا جماعة ما تخلي الاكل في حتة تانية بصراحة. اللهم بارك يا رب. هنا لقيت السمنة قليلة، ورحت حطيت لها شوية سمنة تاني يا جماعة عشان ما تبقاش البصلة فيها الحاج ولا فيها مشيطة في الجناب ولا حاجة. شايفين بسم الله ما شاء الله، والريحة طالعة تحت البصلة تحفة. بألف هنا وشفا علينا وعليكم. هنا جبنا الطماطم هنغسلهم غسلة زين يا جماعة. لازم الطماطم تغسلها كويس، ولو عندك خل اغسلها بالخل. لو ما عندكش اغسليها على كده فم واثنين وثلاثة، عشان زي ما انتوا عارفين الطماطم بتترش مبيدات وحاجات كده يعني، عشان السوسة والدودة والحاجات دي يعني. وهنغسلهم غسلة زينة وناخدهم نتركهم قدامكم مع في الخلاط. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم. ويا رب كده إن شاء الله الفيديو يعجبكم من رضاكم، وتشجعوا كده وتقوموا تعدلوا شقتكم وتروقوها وقال اكنس بيتك ورشه. مش هتعرف مين اللي هيخشه. يعني انت تكنسي بيتك وترشيه معرفش مين اللي جايك. فالحمد لله الواحد لازم يخلي مكانه نظيف يا جماعة، عشان اللي يجينا على عيننا وعلى راسنا من فوق ما يقولش ده بيتهم مظبط بيتهم مهان. لا، الحمد لله يعني. هنا حطينا شوية مية للطماطم هنفرمهم، وبعد كده نشوف البصلة ونحطه معدول في البصلة. شايفين البصلة ما شاء الله أخدت اللون الذهبي. شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. مش لازم يا جماعة احنا نكتروا السمن، وخصوصا السمن النباتي دي لأنه بصراحة مش حلو. فالواحد يقول الحمد لله. حطينا صلصة الطماطم وغطيناها. وهنتي الفصليات نقناهم وغسلناهم وحطيناهم في الحلة على البوتاجاز. معلش ما وريتهملكمش لما نقيتهم عشان التليفون مش عارفة كان معلق علقة شديدة. شايفين ما شاء الله. الصلصة بتاعت الطماطم بعد ما سبكت هنخلوها كده عشان ايه نراقبوها يعني، بحيث لا قدر الله ما شيطش مننا. وهنية الفاصوليا بعد ما هي شغالة بتغلي لازم نخلي الفاصوليا تستوي، ونكب المية بتاعتها دي يا جماعة ونديلها فمين 3 لما نحطها فيها من لما نحطها في صلصة الطماطم. يا رب. هي هنا تفضل لها نص ساعة على ما تطيب. والفراخ ما شاء الله اهي استوت. هنطلعوها ونملحها. لو عندك كزبرة بكمون بشطة بفلفل حطيلهي، وصحناهم وحطولهي. هتبقى بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وحط لها شوية ملح عشان تبقى طعمها حلو من اول ما تطلعها من الشوربة يا جماعة. من اول ما تطلعها من الشوربة تحط لها ملح وتحط لها كزبرة وفلفل وكمون وشطة. كل دول كلهم صحناهم في برطمان واحد ومخليهم. وحط منهم زي كده للفراخ. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم يا رب. شايفين لون الشوربة ما شاء الله. وهنا الفاصوليا استوت وهنطلعها ونديلها فمين 3. هنا استوت خالص هي على كده. هتاخد لها دوب غلوتين في الحياجة اللي هي صلصة الطماطم بس. هي شايفين ادينا لها فم واثنين وثلاثة في المصفى وحطيه وافتحي على الحنفية وخلي المية تشتغل عليه. وبعد كده هنا حطيناها في الحياجة في صلصة الطماطم. هنخليها تاخد لها غلوتين 3. ومجرد كده يعني ما التقلية تتقل شوي وروح نطفو عليه. وهنيتي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهل سيدنا محمد. هنشتغل في الرزات يا رب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
شايفين يا جماعة؟ معلش هشتغل في الرزات دلوقتي لأن الجو والله العظيم اليوم دي كان يوم حر حر جدا 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 بصراحة. الحمد لله، الحمد لله يا جماعة. الرز هنعمله حبة وحبة. هنخليه يبقى حلو كده، لونه حلو وبألف هنا وشوف علينا وعليكم. لازم الرز كده تبقى تقلبيه بس مش على طول، يعني عشان ياخد لون الحلو الذهبي معاك. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، شايفين اللون؟ اللهم بارك. هننزل عليه بالرزات الباقيين يا جماعة ونقلبهم ونخلوا الحباية كده تشخلل عشان ما يبقاش معجن معاني، وعشان تبقى الحباية كده شاربة من الزيت وما تبقاش معجن. هيطلع الرز الحباية بحباية بألف هنا وشفا علينا وعليكم. ويا رب كده الفيديو يعجبكم من رضاكم ان شاء الله. لو عندك شوربة حطي، لو عندك مية حامة من كتل حطي. هنا حطينا الملح وهنزودهم دلوقتي مية، وبألف هنا وشفا علينا وعليكم. شايفين ما شاء الله الرز عملية ديت ليها، لان احنا قلبناه مع بعض شوية كتار عشان تبقى ايه الحباية بحبيتها كده. وهنا نزلت له انا بالمية بس مش مية سخنة قوي، ما كانش عندي مية سخنة قوي، فهغطيه. يعني هي حلة هتسخن عشان المية يعني شوية سخنة والرز بردك سخن، فمش هتاخد دقيقة وهيغلي بإذن الله. وأول ما ياخد له غلوتين 3 كده نروح نهدوا عليه النار بحيث إن هي يستوي براحته يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ومعلش ما طشيتش قدامكم الملوخية عشان التليفون والله كان فاصل، مش عارفة ماله. شايفين اللحمة ما شاء الله بألف هنا وشفا علينا وعليكم. هتقولي طشيت الملوخية وما طشيتهاش قدامي، دول 3 طباق كبتهم شوربة. الحمد لله. التليفون مغلبني جدا، وقلت ربنا يكرمنا عشان اعرف اجيب لي تليفون غير ديتي، فمحتمدة على ربني، لان ربنا لازم نحطه اول حال في كل حاجة. ثم متابعيني الغاليين الاعزاز انهم يشتركوا في القناة ويحطوا اللايك ويدوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناة مطبخ الطيبين. شايفين ما شاء الله؟ طب والله العظيم التصوير ظالمهم. شوف التشوير مخلي الرز مشبر ازاي، فمش هنقول غير الحمد لله الحمد لله. شايفين ما شاء الله الفاصولة بألف هنا وشوف علينا وعليكم. يا رب كده الفيديو يعجبكم ويرضاكم ان شاء الله. وهنا شايفين الفاصولة احنا بنغرفه، وشايفين الملوخية وجمالي. اعذروني يا جماعة انا مقشرتش قدامكم الملوخية لان التليفون كان فاصل. كل اللي حطيت الحلة كاش الشوربة وخليتهم غلوا، وجبت الطماطم من الفريزر وحطيتهم في طبق وطشيت لها بس على كده. وبألف هنا وشوف علينا وعليكم. ووصلتوا معنا لحد هنا متنسوش تشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا، وتحطوا اللايك وتدوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناة مطبخ الطيبين اثنين. وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمتم سالمين.